زياش دابا خصو يبقى رسمي، تيولي الجمهور يقول لي ارحل. القسم الجيد ديال المنتخب اللي كاينه في تصفيات كاس افريقيا واخا حنا متأهلين نقدروا ما نلقاو زياش، نقدر توقع ما تجيكش غريبه. كلشي غيكون شاف ستوري اللي حزياش نهار الجمعه، يعني هادي يومين ولا 3 ايام. في ستوري كينتقد فيها وكيسلط الضوء على الاعتداء اللي كتمارسو اسرائيل. في الستوري الاولى بين واحد الفيديو كيبانو فيه الجنود ديال اسرائيل كيلوحوا واحد الجسم ديال شخص فلسطيني مسطح، مع العلم انه مفارق الحياه. فهاد ستوري نيت زياش غيسب اسرائيل وغيطالب بالحريه لفلسطين. ما اكتفاش بانه يبارطاجيها هاد ستوري، بل زاد ستوري اخرى وهذه اللي غتنوض على الصداع ديال بصح، فين انتقد فيها اي واحد كيدعم اسرائيل، الدول، الاشخاص الى اخره، وفين شار للمغرب. زياش غيجي يطالب عبر ستوري الثاني ان اي واحد يرفع صوته ويدوي على الحق. ستوريات بجوج، لا الاولى لا الثانيه غيتمسحوا بعد شي ساعتين. ولكن البارح غيلوح ستوري اخرى فيها واحد الطفل لابس توني ديال زياش باز الدرابو ديال فلسطين اللي مازال عنده نفس الموقف، وخمسه ستوريات. ماشي بعدا نعاودوا نتذكروا شنو نوض هاد الروينه كامله باش نمشيو مع الموضوع تسلسلا. نرجع في العشيه كلشي كيتفاجئ بان حكيم زياش لاعب ديال المنتخب الوطني وغالاتاسراي التركي اللي عنده في الكونت ديالو اكثر من 11 مليون ابوني كيلعجو ستوريات كينتقد فيهم اسرائيل وكيدعم فيهم فلسطين. فين الستوري الثاني غينتقد فيه حتى بلادنا وغيدعي الناس لانها تدوي في هذا الشيء. الستوري الاولى غيبارطاجي واحد الفيديو ديال جنود اسرائيليين غادي في واحد السطح لقاو الجسم شخص فلسطيني وخانوا فرق الحياه غيلوحوا من السطح. للعلم ان هذا الفيديو كنت بارطاجا بواحد الطريقه فايرال في التليجرام قبل، فين كلشي بدا كيدوي عليه نظرا للوحشيه اللي فيه، اللي حساس انا ما يتفرجش فيه. غيبارطاجي داك الفيديو في الكونت ديالو اللي فيه اكثر من 11 مليون ابوني وغيسب فيه دوره الاستعمار. الستوري الثاني غيزيد ينتقد اي واحد واقف معاهم ولا ساكت على الظلم، وغيزيد يشجع الناس لانهم يدووا على الحق. هاد الستوري غيبقى لمده ساعتين تقريبا قبل ما يتمسحوه، ولكن شي نهار ونص ولا يومين موراها زياش غيلوح ستوري اخرى كيبين فيها واحد الشاب صغير لابس توني ديالو زياش والدرابو ديال فلسطين، يعني مازال في نفس الموقف. قبل ما ندوي على شنو يقدر يوقع لزياش ندوي على موقف بزاف د اللعابه تجاه القضيه من نهار بدات. نبداو بانور الغازي، اشهر موقف فين جراو عليه فرقته نظرا للدعم ديالو لفلسطين وحطوا واحد البوست كذا كونات عنده. Dutch Moroccan football player El Ghazi suing Mainz for his dismissal over pro-Palestine social media posts. I do not regret or have any remorse for my position. عندنا حكيم زياش نيت اللي كندوي عليه نظرا لانه قبل ما يحط ستوريات نيت ديجا بين الدعم ديالو لفلسطين. عندنا نصير مزراوي حتى هو اللي في عده مرات لاح ستوريات كيدعم فيهم فلسطين. عندنا كريم بنزيما اللي مورا ما بدات الحرب وكان هو الحامل ديال البالون دور يمكن لاح واحد التويت كيدعم فيه فلسطين. عندنا محمد ابو تريكه اللي ملي كان لعاب هو داعم القضيه. عندنا رياض محرز اللي هز الدرابو ديال فلسطين هو كيلعب في السيتي وتابع المنتخب ديال الجزائر. وعندنا بول بوغبا اللي تا هو هز الدرابو ديال فلسطين هو كيلعب مع المان يونايتد. دونك هادو لعابه بينوا علنا وخا مشهورين عالميا انهم كيدعموا فلسطين. كيف ما كانوا لعابه اللي خاطروا بالكارير ديالهم خصوصا انهم كيلعبوا برا وكيدعموا القضيه، كانوا لعابه اخرين اللي كان كيتسنى منهم الكثير وما داروا والو تقريبا، على راسهم محمد صلاح اللي اولا تعطل بزاف باش يدير رده فعل، وثانيا رده فعل اللي داير ما كانش منحازه لفلسطين، كانت رده فعل موضوعيه على العنف انه يتوقف. نرجعوا عند زياش ونتسائلوا علاش دار هذا التصرف في هذه الفتره بالضبط. بكل بساطه صعيب ما ديرش رياكسيون انت كتشوف هاد الفيديوهات. كيف ما كتعرفوا كاملين زياش لاعب مزاجي، عاد باش انه واحد الشخص اللي شاد في الدين ديالو غالبا يكون طلع لي داك الفيديو تفرج فيه شاف الوحشيه اللي فيه بلا ما يحس، خلى لي زيموسيون يغلبوه ودار رياكسيون. الفيديو شعلو من الداخل وبداك الانفعال دار دوك ستوريات. للذكر راه ماشي اول مره غيدوي على القضيه، فايت لي دار ستوريات كيدعم فلسطين، ولكن ما عمر ما عطاك بهذا الشكل ديريكت اسرائيل وخدا موقف بحال هكا. دونك الا زياش لاح ستوريات علاش تمسحوا كنظن انه مع ستوريات تليفونو ينفجر بلي زابيل والميساجات كيدعيو كيطالبوا منه يمسح داكشي نظرا لمصلحته الخاصه والشخصيه والكارير ديالو. فرعطى واحد الانتقاد قاصح بزاف، وهو راه ماشي اي واحد، راه واحد الشخص عنده انفلونس داخل وبرا المغرب، ومسحوا ليه ستوريات ولا مسحهم ولا هو مع ذاته فكروا مسحهم. ما بغاش يحط راسو في موقف حساس وعلى الاضواء كاملين في القضيه، واخا من بعد غيعاود يحط ستوري اخرى على القضيه وغيدعمها ديال الدري الصغير. وهادشي داخل في الشخصيه ديال زياش، كما كتكون شي بالباله ولا روينه كتخصو هو ولا تهمو كان كيرجع الانستغرام ديالو كيدير ستوري كيجاوب. عندكم كمثال نهار واحد خليلو زيتش ملي دار داك المؤتمر قال لهم انا زياش غير منضبط وانه ما قررش يعيط ليه لاكوب دافريك. زياش جاوب في ستوري قال علاش كتكذب، يعني كيجاوب عبر ستوري. On est là-bas, on a travaillé pendant 12 ans et quelque chose. Je permets à personne pour gâcher tout ça. Je sacrifie beaucoup de choses pour. Vous savez, mon premier discours devant vous, j'ai pas changé mon discours ni mon schéma. vais arriver mais pas une millimètre. ولا نهار فاتي جمالي نخرج هذوك الاشاعات ديال انه متعجرف غير متواضع الى اخره، كنلح واحد الريل جاوبوا بها. البنات تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي، هو فوتبولر مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات وإليتي اكوتي. دونك قلت ليه يلا، قلت ليه هاي كي خنزر دابا داخله لوتيل
شفت فتح الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس. What about me would make you think that I care about your opinion of me? يعني زياش كيعبر عن طريق انستغرام ديالو هو اللي كيبوستي. دابا التساؤل ولا السؤال المليون، شنو يقدر يوقع لزياش ولا شنو المصير ديالو؟ اول حاجه واللي مؤكد هي انه غيتلقى لضغوطات كبيره وكثير نظرا لانه دار ديك ستوري فين تقدر تمشي من انه يتلقى تعليقات كومونتيرات شي هما هذوك، لانه يتم الفصل ديالو من المنتخب الوطني كليا، ما يبقاش لا مع المنتخب. يعني الكونفوكاسيون الجايه ديال المنتخب اللي كاينه في تصفيات كاس افريقيا واخا على متعالين نقدروا ما نلقاو زياش، تقدر توقع ما تجيكش غريبه، تقدر دوز من انه ما يوقع له والو لانه يتستبعد حتى من المنتخب. الايام الجايه هي الجواب. واخا على الجانب النفسي والضغوطات اللي غيواجهها زياش كنظن انه يقدر يتغلب عليهم، فراه من ديما حياته كانت عامره تحديات، من نهار خسر المنتخب الوطني على حساب هولندا وكان كيلعب في الدوري الهولندي. ما تصوروا الصحافه شنو دارت ليه تما المدرب ديالو جا ضده، نهار زق البينالتي ضد البنين وضيع فرصه ان المنتخب الوطني ديالنا يبقى في لاكوب دافريك ونتاهلوا. ما تصوروش كلشي كينتقدوا، نهار ضرب مع رونار خليلو زيت الى اخره. دونك حياه زياش هادشي على النيفو الكروي شنو كي دايره على من الله الشخصي وتغلب على هادشي كامل، يعني مولف يعيش تحت الضغط. موقف زياش خلى الناس تنقسم لجوج، الفئه الاولى كتقول انا زياش لاعب كره ويجب فصل الكره على السياسه اللي ما يكون عندهم حتى شي صله ببعضياتهم، ما تستعملش الشهره ديال الكلعب باش تدخل مواقف سياسيه. بينما الناس اخرين كيقولوا انه فعلا الكره والسياسه غاديين متصلين مع بعضياتهم. علاش الناس اللي كيقولوا انه ما تخشيش كره في السياسه كيخسروا على المواضيع اللي بغاو يخشيوها في كره؟ مثلا نهار اوكرانيا وقع على داك الشيء، ماتشات ديال الليغا كانوا كيحطوا درابو ديال اوكرانيا، كان كلشي كيوقف الى اخره ديال السياسه وكيدخلوها. فعلاش ما كيدخلوش القضيه الفلسطينيه؟ دونك كيخسروا اللي بغاو. وهذا هو التساؤل الحلقه، بغيت نعرف الراي ديالكم فيه، واش خاص السياسه يتهضر عليها في كره ولا لا بتاتا؟ فين كيبقى اهم تساؤل عندي من غير هذا، واش تبغي تشوف زياش في الكونفوكاسيون الجايه ديال المنتخب ولا لا؟ هذا القرار ديالك الشخصي، بغي نعرفوا في الكومونتيرات. وإلا وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بغيتك تكومونتي لي مش هكا مش باش عرفتك تفرجتي حتى الاخر، نخليك القلب وعلاش نجاوبك على الكومونتير ديالك. وهكا الاخوان كنكون وصلنا لاخر الفيديو.